انا مش عارف يعني ابدا معاكم منين. احنا هنتكلم على ماتش الزمالك والاتحاد السكندري. الزمالك فاز ب3 نقاط، 3 نقاط بالظلم، 3 نقاط ملوش الحق انه ياخدهم. يعني طرد ايه؟ هو ضربة الجزاء اللي في الماتش مش ضربة جزاء، خلينا واقعيين مع بعض. هي مش ضربة جزاء نهائي، بس اللاعب مع سرعته مع احتكاكه مع المدافع وقع. ما بيمثلش يعني، التمثيل ما فيهوش درجات، بس هو ما بيمثلش يعني. واللاعب واخد انذار قبل كده، ليه تظلمه وتظلم فرقته وتذبح فرقته وتديله الانذار التاني وتطرده وتطلعه؟ ما هي نتيجة الطرد ديت أثرت على الفريق وبسببها خسر 2-0. الاتحاد السكندري كان متماسك إلى أبعد الحدود في الشوط الأولاني، كان عامل ماتش في الشوط الأولاني. الزمالك ما راحش، الزمالك ما راحش. في الشوط التاني بقى الاتحاد السكندري بيلعب مين بقى؟ كان بيلعب أحمد فتوح وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد تخيل كده، لما مهما يكبر ماشي عكس اللعيب، مهما يكبر تلاقوا أداؤه بقى أحسن، بقى أفضل. بسم الله ما شاء الله على عبد الله السعيد. ولا أحمد فتوح لما بيفوق الدنيا كلها حواليه، يفوق اللعيبة ويفوق الفرقة، لمساته كلها صح. ايه كده أحمد فتوح، لا لاعب جامد، لاعب كويس. الحق حق لازم يتقال، كل واحد ياخد حقه. على قد ما انا اهلاوي، بس بحب عبد الله السعيد واحمد فتوح كذا لاعب كده. فينك بقى زيزو؟ نيجي بقى لزيزو. فينك من اول الموسم؟ عملت ايه من اول الموسم؟ قدمت ايه لنادي الزمالك عشان تاخد 100 مليون يا زيزو من اول الموسم؟ اديني بقى انت مبرر. عملت ايه الماتش اللي فات؟ عملت ايه الماتش ده بتاع السكندري؟ يعني انا مش عارف اقول لك يا زيزو، اختشي شويه، ولاش تتنطط على اداره نادي الزمالك والجمهور وتستغل حب الجمهور لك وتقول انا متنازل على ب100 مليون وجالي في الخليج 200 مليون وانا هتنازل عشان خاطر النادي والنادي اللي عملني 97 مليون. لا لا لا، اللي يستاهلهم فعلا عبد الله السعيد، فيما منه عبد احمد فتوح. عمر جابر، عمر جابر لاعب كبير، لعيب كل ما يكبر تلاقي مستواه بيفرق معاك، تحس انه بينضج، بيعقل. عامة مبروك لنادي الزمالك على ال3 نقاط، ونشوفكم بكرة بقى في ماتش الأهلي إن شاء الله. كده الزمالك متصدر الدوري. هو صحيح هو النادي الأهلي فاضل له ماتش، بيتأجل له ماتش غير ماتش بتاع بكرة يعني، بس أهو يخلوهم يشموا نفسهم شوية. بس طبيعي إن الأهلي لما بيركب ما بينزلش. أهلي بابا الشغلانة، مفيش كلام. السلام عليكم. لايك، عايز الفيديو ده يوصل ل10,000 لايك. كل مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.